إحساسي إني موجودين في محل وبيحمل كل رموز المشروع اللي طردك وشرد شعبك ولا زال حتى الآن يعاديك. أنت بتشوف رموز اللي هي بنيت على أنقاض هويتك وتاريخك وعلى أنقاض شعبك. غاد العلم الإسرائيلي، صور هرتزل، الشمعدان، هاي الرموز والحكي اليومي والسياسات والقوانين التي تمر يوميا بتوضح لك بوضوح، بتخليك تعيش بشكل مكثف انك موجود في مكان صنع قرار للمشروع اللي بيستهدفك يوميا، مش بس قبل 66 سنة. يعني احنا لا نحيي ذكرى تاريخ ماضي، احنا في دولة تعيد انتاج المشروع اللي طردك وبيستولي على ارضك وبيصادر ارضك وبيحاول يعمل تطهير عرقي، وهي يكمل مشروع التطهير العرقي حتى الان. الكنيسة الاسرائيلي مر سنة 50 قانون عنصري من أهم القوانين الإسرائيلية. إسرائيل دولة دون دستور، من أهم قوانين الإسرائيلية قوانين تستهدف الأرض الفلسطينية، تستعدي الشعب الفلسطيني، تحاول أن تطرده وتحاول أن تغير ملامح وطن. يعني إعادة أسماء المدن، الجسورة، هي تعيد ليس فقط كتابة التاريخ. إسرائيل وتمنعنا من أن ندرس تاريخنا في المدارس، تعيد كتابة الجغرافيا. سمعنا منك إنه كمان من سنة 2009 لحد اليوم تكتروا هاي القوانين حوالي تم طرح أكثر من 17 قانون عنصري، ونصهن بس بالخمس سنين الأخيرة، ونصهن تم الاستيلاء، تم المصادقة عليه. نحن نتكلم عن قوانين أبارتهايد، قانون يمنعني من إحياء ذكرى النكبة، يعاقب المؤسسات التي تحيي ذكرى النكبة، قوانين تمنعك من أن تسكن على الأرض. تخيل أنا حسب قانون لجان القبول يمنع العربي من السكن على 70% من الأرض الفلسطينية، أرض اللي تصادرت. وقانون الولاء، يعني إسرائيل تستهدفك وتستعلي عليك وبقمة العبثية تطلبك أن تعبر عن ولائك لمشروع قامعك، فهاي قمة العبث. إسرائيل تحاول ليس فقط أن تحتل وتقمع وتسرق، تحاول أن تنتج شرعية. كل مشروع عنصري يحتاج لشرعية، وإسرائيل تشعر أنها تحتاج لشرعية من العالم، لأنها تعرف أنه إذا فضحت جرائمها، هي جرائم ضد الإنسانية. يعني إسرائيل ترتكب ضد شعب جرائم حرب، ارتكبت جرائم حرب وترتكب جرائم ضد الإنسانية. هي تعرف أن إذا انكشفت السياسات بشكل واضح مكانها محاكم الدولية، فهي تحاول ليس فقط أن تمنع نفسها من أن تحاكم دوليا، بل أن تكون مقبولة. إسرائيل تريد مكانة لها في العالم، ليس فقط تقمع وتقتل، إنما تريد مكانة. وإسرائيل نجحت. إسرائيل تنجح في أن يكون لها مكانة في العالم، أن تكون ليس فقط مقبولة، أن تكون من الدول التي علاقاتها التجارية والاقتصادية والدبلوماسية والأكاديمية من أقوى، قوية جدا، مع ليس فقط مع أوروبا. آخر 10 سنوات أو آخر 15 سنة اتجهت إلى أمريكا اللاتينية، إلى البرازيل، إلى تركيا، إلى الهند وإلى الصين. وإسرائيل تحاول الورقة الأقوى لكي تكون لها مكانة تغطي جرائمها، تعطيها شرعية. الورقة الأقوى هي أنها ديمقراطية، ثانيا أنها ديمقراطية تدافع عن نفسها، هي تشرعن كل الجرائم بأنها تدافع عن نفسها، وأنها ديمقراطية لكي تقبل كجزء من الثقافة الأوروبية. هي يعني أجت على المنطقة، تريد أن تنزع نفسها من سياق المنطقة العربية، هي لا تريد أن تنتمي للمنطقة رغم إصرارها أن تستولي على فلسطين. هي تريد أن ألا تكون وتشكل أي علاقات ثقافية وألا تكون منسجمة مع المنطقة العربية. هي تريد أن تدعي أنها جزء من القيم، تدعي أنها منسجمة مع القيم الأوروبية، مع العدالة، لأن هذا الخطاب أو الغطاء الأخلاقي تحتاجه إسرائيل، وهذه الشرعية تحتاجها. هي عملية إنتاج شرعية. الآن الحقيقة هي أن إسرائيل سنت قوانين أبارتهايد أشرس
من القوانين التي سنتها جنوب أفريقيا. الحقيقة أن إسرائيل عملت مشروع تطهير عرقي، وصحيح أنها تمرر قوانين عنصرية بما تسميه أغلبية في الكنيست، يعني هي أغلبية تقنية إجرائية، أغلبية عنصرية داخل الكنيست. هي حولت الفلسطينيين من أكثرية إلى أقلية، وبعد أن تحولنا إلى أقلية تستطيع إسرائيل أن تمرر كل القوانين العنصرية بأغلبية طفيفة أو أغلبية كبيرة. على العالم أن يعرف، وهذا ما لا يعرف، أن هنالك كما قلت 50 قانون عنصري، أنني أمنع من تدريس التاريخ، أنا لا أستطيع أن أدرس تاريخي في المدارس. الشباك ما يسمى المخابرات الإسرائيلية تتدخل في تعيين المعلمين، تتدخل في تعيين المدراء في المدارس العربية. نحن أكثر من 54% تحت خط الفقر، مع أننا 18%. كان علينا أن نكون مثل الأقلية الكتالونية على الأقل، هي الأقلية الغنية. صحيح أقلية وتطالب بحق تقرير المصير، وهنالك شبه، لكن بالناحية الاقتصادية الأقلية الكتالونية هي الأغنى. كان على الفلسطيني أيضا أن يكون أقلية غنية لو لم تصادر إسرائيل أرضه، وهو الرأسمال الأقوى. 64% من الأطفال الفلسطينيين تحت خط الفقر. إسرائيل منعتنا، إسرائيل هدمت المدن الفلسطينية، هدمت المؤسسات الفلسطينية، هدمت الاقتصاد الفلسطيني في الداخل. 48 تمنعنا من تطوير اقتصاد فلسطيني، وتمنعنا من الاندماج في الاقتصاد الإسرائيلي. يعني إحنا بالفلسطيني بنقول لا بترحم ولا بتخلي رحمة الله تنزل. فبالضبط، وبالتالي حولتنا إلى أقلية ضعيفة اقتصاديا، مقطوعة عن العالم العربي. أنا هويتي ملاحقة في إسرائيل بالكنيست، إذا قلت إن أنا فلسطينية بصير إرهابية. أنا حتى تحاول ترويضنا، تدجيننا كما تدجن حيوان أنت في بيتك، تحاول إسرائيل بالعقلية الصهيونية تدجيننا وتحويلنا إلى حيوانات أليفة ضمن المشروع الصهيوني. وفوق هذا كله بدها نعبر عن ولائنا لإسرائيل وعن إعجابنا بالديمقراطية. آليات الإعجاب أولا مقارنتنا مع العالم العربي، وللأسف ديكتاتورية العالم العربي تسهل على إسرائيل ادعاء أن نعجب بها، تسهل استراتيجية. هي لا تريد أن تقارن نفسها مع أوروبا. إذا هي جزء من أوروبا، قارني نفسك أنت مع الديمقراطية في الدول الإسكندنافية مثلا. يعني هي تدعي أنها جزء من الديمقراطيات وتريد أن تقارننا مع الدكتاتوريات. أنا أريد أن أقارن نفسي مع اليهودي، لا مع أوروبا ولا مع العالم العربي. أنا أريد أن أقارن نفسي مع الإسرائيلي اليهودي الذي أتى وسكن على أرضي. أنا في الناصرة أريد أن أقارن نفسي مع مستوطنة بجانبي تسمى نتسيرة عليت التي سرقت أرضي، وعدد سكانها نصف عدد سكان الناصرة، ومنطقة النفوذ المساحة 3 أضعاف أو 4 أضعاف الناصرة. وبالتالي هذا الادعاء ينجح بشكل جزئي بسبب المقارنة مع العالم العربي. غسل الدماغ ليس فقط للفلسطينيين بواسطة عدم تدريسنا التاريخ. نحن ندرس عن الصهيونية، نحن ندرس عن علاقة الشعب اليهودي بأرض إسرائيل، وعن علاقة الشعب اليهودي بالشتات، وعن الهولوكوست، وعن ونمنع عن دراسة النكبة. هذه أيضا آلية لتطوير الإعجاب بالديمقراطية ولتطوير الولاء لإسرائيل. وأيضا اليهودي يمنع من أن يدرس النكبة. النكبة هي ليست فقط تاريخ الفلسطيني، النكبة هي أيضا تاريخ الإسرائيلي. يعني لولا اليهودي الإسرائيلي ما كانش في نكبة، ولولا الفلسطيني ما كان في نكبة. يعني تحتاج، هي أيضا النقطة، هي أيضا كل التاريخ الإسرائيلي تاريخ أسود، هي ليست نقطة سوداء في تاريخ أبيض، لا، التاريخ الإسرائيلي هو تاريخ أسود، بني كمشروع صهيوني استعماري، وما زال يتعامل معي بذهنية المستعمر. وعندما أناضل من أجل هويتي وتاريخي وأرضي يسميني غازية، يصورني كإرهابية، يصورني كغازية، يحول الغازي إلى أصلاني، والأصلاني الإنديجينس بيبل إلى غازي. إسرائيل ليس فقط تريد أن تنتج دولة من لا شيء، من لا حق إلها، هي أيضا تريد أن تعيد إنتاجنا كفلسطينيين وتضعنا في خانة الترويض. كما قلت لك، كل فلسطيني يقطع الحدود
التي ترسمها إسرائيل يتحول إلى عدو. في إسرائيل في اللغة والخطاب الإسرائيلي في مصطلح معروف اسمه العربي الجيد والعربي غير الجيد. العربي الجيد اللي بتصرف وفق قواعد فلسطينية، يعني زي هيك حتى منسجم مع ثقافة عربية سيئة، امشي الحيط وقول يا رب السترة وهاي شيء، يعني انت خليك انقسم لك المقسوم إلك. هلا أي فلسطيني يخرج من حدود ما حددته إسرائيل، حدود اللعبة السياسية التي حددتها إسرائيل، هو يتحول إلى مستهدف. وإسرائيل هي مش بالضبط أرادت أن تعاقب حنين فقط. إسرائيل تخطط للمستقبل. إسرائيل تريد أن تمنع من أن يتحول أي فلسطيني قوي إلى نموذج للنضال للأجيال القادمة. إسرائيل لا تخاف من حنين، هي ليست غبية بتخاف مني، يعني ما خوفهاش أنا. هي لا تريد نموذج هذا النضال، هي لا تريد أن ينتج آخرين نموذج العربي القوي، الفلسطيني القوي، غير المعجب بديمقراطية إسرائيل والذي يحدد أدوات نضاله بنفسه. هي تريد أن تمنع هذا النموذج. يعني إسرائيل تخطط حتى لو أن الفلسطينيين داخلها غير راضين وغير معجبين بها، على الأقل فليطيعوا اللعبة السياسية التي ترسمها لهم. مش ضروري أنت تكون راضي ولا مش راضي، معجب ولا مش معجب بإسرائيل، على الأقل عليك أن تطيع قوانين اللعبة كما تحددها إسرائيل، بالضبط كما تحدد الآن للمفاوض الفلسطيني، كما حددت للفلسطينيين للسلطة الوطنية بعد أوسلو قواعد لعبة عليهم أن يسيروا عليها وإلا تعاقبهم. فهي تريد أن تردع آخرين من هذا النموذج. أنا أنتمي لحزب اسمه التجمع الوطني الديمقراطي. هذا الحزب بالنسبة لإسرائيل هو نموذج نضالي لا تريده، وهو يرسم. لماذا أنا أنتمي لهذا الحزب؟ لأنه يرسم نضال للفلسطينيين. نحن نحدد أدوات النضال. إسرائيل مسموح بالنسبة لها تستعمل أدوات نضال حددتها لك. مسموح تتظاهر، مسموح تروح تنتخب، مسموح تكتب ضدها، مسموح تحكي ضدها، ودائما بتعايرنا طلعوا بالعالم العربي بيحكوش، ما بنتقدوا، يعني مسموح. بهاي الأدوات إسرائيل قوية، بهاي الأدوات لا تهز إسرائيل. هلا كسر الحصار على غزة هي قاعدة نضال لا تريدها إسرائيل، هي تحدي عملي لسياسات إسرائيل، هي أن تندمج في نضال ضد الحصار. إسرائيل تريد أن تعتبرني شأن إسرائيلي داخلي، أنا لست فلسطينية في السياسة الإسرائيلية، بالتالي لا أستطيع أن أتضامن مع شعبي في الضفة ولا في غزة ولا في الشتات ولا في اللجوء. أنا علي أن أعامل نفسي حسب الذهنية الإسرائيلية كإسرائيلية، يعني أتكلم فقط عن المواطنة، عن مساواة في الميزانيات، مساواة في حرية التعبير، هون منيح. لكن أن تكسر قواعد نضالية وتناضل مع شعبك كجزء من الشعب الفلسطيني وتعيد إنتاج وحدة نضالية للشعب الفلسطيني، هذا تريد إسرائيل أن تعاقب عليه، بالذات أنني عضوة برلمان. والذي أوجع إسرائيل أنه لدي منبر أطل عليه على شعبي. يعني هي لماذا عاقبت؟ أنا كنت واحدة من 5 الوفد الذي شارك من 48 في مرمرة في قافلة الحرية، كان 5. هلا في واحدة فقط هي عضوة برلمان، وهذه أوجعتها لأن لدي منبر، أنا أستطيع أن أتكلم مع الصحافة ومع العالم ومع شعبي من خلال هذا المنبر. وإسرائيل تريد بدل أن تستعملني إسرائيل كورقة تين لجرائمها وتقول تفضلوا شوفوا في زي حنين أعضاء برلمان، نحن في التجمع نستعمل الكنيست أدوات الديمقراطية لكي نناضل ولكي نفضح السياسات العنصرية الإسرائيلية. هذا ما لا تريده إسرائيل. يعني أولاً كل العالم له نصيب في القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضية مشروع استعماري مدعوم من قبل قوى عظمى، مدعوم من قبل السياسات الأمريكية، وبالتالي نحن
القضية الفلسطينية تعتبر مركز شبكة أعصاب لكل العالم. لا أحد يستطيع أن يكون محايد. كل حكومات العالم تدعم، معظمها يدعم إسرائيل، معظمها له علاقات مع إسرائيل، اتفاقيات اقتصادية، اتفاقيات للتعاون الأكاديمي، اتفاقيات للتعاون الأمني. والحكومات التي لها توقع مثل هذه الاتفاقيات ليست محايدة في عملية إضعافي، هي تضعفني وهي تقوي إسرائيل. أنا ضعيفة أكثر عندما تستعمل حكوماتكم ضرائبكم وأصواتكم، وعندما تستعمل صوتكم لكي تدعم إسرائيل. لا يوجد اتفاقيات محايدة أو اتفاقيات اقتصادية، ولا يوجد دولة أو حكومة ليست لها علاقة مع إسرائيل لا تقوم بإضعاف الشعب الفلسطيني وبدعم السياسات الإسرائيلية. عندما أكون في الكنيست وعندما أقول في خطاباتي سيقوم العالم بمعاقبة إسرائيل بسبب جرائمها، يخرج ويصعد وزراء إسرائيليون أو أعضاء كنيسة إسرائيليون ويضحكون ويقولون لي نحن لدينا، استريحي هيك، استريحي، يعني مش معلش شوية عمية، تريحي، نحن لدينا علاقات قوية جدا مع العالم والعالم يدعمنا. وأنا أتمزق لأنني أعرف أنهم يتكلمون الحقيقة. إسرائيل قامت بتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، قامت بتطوير علاقاتها مع أمريكا اللاتينية، تطوير علاقاتها مع الهند ومع الصين ومع تركيا ومع أوروبا. إسرائيل قبلت كعضو في الاتحاد الأوروبي قبل بضعة سنوات. إسرائيل تكافأ وتعطى جائزة من قبل العالم بدل أن يحاسبها العالم وبدل أن يضعها في خانة الجرائم. بهذا الدعم إسرائيل تستقوي علي، بهذا الدعم أهون وأسهل على إسرائيل أن تقتلني وأن تصادر أرضي وأن توسع المستوطنات وأن تنال رضا العالم وإعجاب العالم. العالم يكافئ إسرائيل على حسابي، العالم يكافئ إسرائيل على حساب معاناة الشعب الفلسطيني. وأنا أريد أن أقول لكم أنتم لستم بريئين من قتلي، وأنتم لستم بريئين من معاناة الشعب الفلسطيني. أنا أعرف أن نضالي علي أن أحمله بنفسي، أنا أعرف أن الشعوب المقموعة أولا عليها أن تحمل نضالها ثم يدعمها الآخرين. أنا أحمل نضالي، الشعب الفلسطيني سيحمل نضاله. سنترك هذه المفاوضات العبثية التي فقط أعطت بيئة مريحة لإسرائيل لكي توسع المستوطنات وتهود القدس وتهود الأرض وتسرق الأرض والماء والموارد وتقمع الفلسطيني وتضعه في السجون أو في الحصار. لكن أنا أريد أن تدعموني. لا أستطيع أن أحارب العالم، لا أستطيع أن نناضل ضد إسرائيل وأن نناضل ضد العالم. على الأقل فلتقولوا أنتم كلمة حق، لأن حقكم أيضا يسلب وضرائبكم تسلب وقوتكم وكلمتكم تسلب عندما تدعم حكوماتكم إسرائيل وتوقع أي اتفاقية مع إسرائيل.